بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلابي الأعزاء، طلاب تانية ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الترم التاني. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده بإذن الله تعالى هنبدأ ناخد الجرامر الخاص بيونت 7 اللي هو أول يونت في الترم التاني. تمام، بدون تطويل يلا نصلي على رسول الله وعلى بركة الله نبدأ. كل اللي محتاجه منك تركز معايا وورقة وقلم، ولو في أي حاجة مش فاهمها ما تنساش تكتب لي في التعليق. خليني اقول لك ان احنا محتاجين نقسم الجرامر الخاص بيونت 7 لجزئين. جزء هناخده في الفيديو بتاع النهارده، وجزء تاني هناخده الفيديو الجاي، والاثنين مهمين جدا. اول جزء احنا هنتكلم عن البريزنت كونتينوس. البريزنت كونتينوس يعني ايه present continuous؟ يعني المضارع المستمر. والجزء الثاني هنتكلم عن الستاتيف فيربس اللي هي الافعال التقريريه. ما تتخضش من الاسم، واحده واحده هنركز وهنفهم كل حاجه مع بعض. خلينا نركز مع بعض النهارده في البريزنت كونتينوس زي ما قلت لك، اللي هو المضارع المستمر. زمن سهل جدا جدا وهندرسه، مش هناخد وقت طويل وهنحل عليه كمان. طيب خلينا نعرف ايه هو المضارع المستمر ده. المضارع المستمر ده بيتكون من subject وبعد كده am أو is أو are والverb ing. السبجكت و am أو is أو are والverb ing. بس كده بس كده. طبعا مش محتاج أقول لك am، بستخدمها مع I فأقول I am. وهي وشي وإت بيجي معهم is أو مع أي اسم مفرد، و are مع أي اسم جمع أو مع you و we و they. بس كده بس كده، وكله بيجي بعديه الفيرب ing. يبقى تاني يا شباب، قلنا present continuous تكوينه السبجكت. يعني ايه السبجكت؟ يعني الفاعل او الشخص اللي بيعمل الحاجه. ممكن يكون اي ضمير، I he she it we they you، او اسم سواء مفرد او جمع. وبعد كده am او is او are والفيرب ing. مفيش اسهل من كده. طيب ناخد مثال عشان نفهم. لما اجي اقول لك مثلا I'm studying English right now. I'm studying English now. يعني ايه I'm studying English now؟ يعني انا بذاكر انجليزي دلوقتي. طيب نشوف الجمله كده واحده واحده نحللها. قلنا I، بعد كده جه بعديها am، لان قلنا am بتيجي مع I زي ما احنا عارفين. بعد كده الفيرب اللي هو study وضفنا له ing بقى studying، فبقت I'm studying English now اللي هو باقي الجمله عادي جدا. طيب حلو جدا. ناخد مثال تاني. ممكن اقول she، هحط بعديها ايه؟ am ولا is ولا are؟ طبعا زي ما احنا عارفين is، يبقى اقول she is cooking مثلا، يعني هي بتطبخ. تمام كويس جدا. برضو الفعل cook حطينا بعديه ing. طيب لو عايز اقول they، هتبقى they ايه؟ they am ولا is ولا are؟ they are طبعا. they are playing مثلا، هما بيلعبوا. حلو جدا. يبقى كده عرفنا تكوين السبجكت زائد am او is او are، وعرفنا امتى بنستخدم am وامتى بنستخدم is وامتى بنستخدم are، وبعد كده الفيرب ing. مفيش اسهل من كده. طيب لو عايز انفي، بسيطه جدا. كل اللي عليك هتعمله هتحط not بعد الهيلبينج فيرب. ايه الهيلبينج فيرب؟ اللي هو am او is او are. هتحط not بعد الهيلبينج فيرب. ايه هو الهيلبينج فيرب؟ am او is او are. خلي بالك احنا عندنا في الجمله فعلين، الفعل المساعد اللي هو am او is او are، والفعل الرئيسي اللي بيجي بعديه. احنا هنحط not ما بينهم هما الاثنين عشان ينفي الجمله. يعني وليكن مثلا اول جمله قلناها اللي هو I'm studying، هقول ايه؟ I'm not studying. I'm not studying، انا مش بذاكر. حطيت ايه؟ حطيت I am عادي، وحطيت بعديها not، بعد كده studying. I'm not studying. طيب she is cooking هتبقى she isn't cooking أو she is not cooking. طيب they are playing هتبقى they are not أو they aren't playing. تمام كويس جدا. طيب لو عايز أكون سؤال، بسيطة جدا جدا. كل اللي محتاج تعمله هتحط الهيلبينج فيرب فين؟ at the beginning of the sentence، في بداية الجملة. طيب ازاي يا شباب الكلام ده؟ احنا عندنا الهيلبينج فيرب ايه؟ am او is او are. يعني مثلا لما اقول لك she is cooking، عايز اقول هل هي بتطبخ، هحط is في بداية الجملة فتبقى is she cooking. is she cooking. لما اجي اقول مثلا they are playing، are they playing. جميل جدا. طيب ده yes or no question. طيب لو عايز اسال WH question، يعني ايه WH question؟ السؤال اللي هو ايه؟ زي ما، ماذا، أين، متى، الكلام ده كله. طيب عايز أقول مثلا لما قلت لك الجملة بتاعت they are playing وقلت لك are they playing، هم بيلعبوا. عايز أقول لك هم بيلعبوا فين، فأقول لك إيه؟ where are they playing. حطيت where اللي هي أين في بداية السؤال، بعد كده are يبقى where are they playing. where are they playing، أين هم يلعبوا. تمام. طيب ممتاز جدا. انا متهيألي الزمن ده خدناه كتير قبل كده وانت مستوعب معايا وفاهم اللي احنا بنقوله كويس جدا. طيب حلو قوي. يبقى كده يا شباب خدنا تكوينه، وخدنا النفي، وخدنا السؤال بيز اور نو كويستشن والسؤال العادي. طيب فاضل كده معانا يا شباب صيغه المبني للمجهول. ايه هو المبني للمجهول؟ المبني للمجهول ده بستخدمه اوقات كتير لما اكون عايز اركز على الفعل او الحدث نفسه يكون اكتر اهميه من الشخص اللي عمل الحاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا لما انا اجي اقول لك هي بتحضر الطعام، she
is preparing food. She is preparing food. هي بتحضر الطعام. أنا عندي الحدث بتاع تحضير الطعام ده مثلا يكون أهم من إن هي بتحضر الطعام، فأنا بقول لك إيه، الطعام بيتحضر، تمام، أو بيتم تحضير الطعام دلوقتي. فأنا عندي هنا الحدث أهم من الشخص أو من الفاعل نفسه. عشان كده هنا بنستخدم إيه؟ بنستخدم الباسيف أو مبني للمجهول. وبرضه أوقات تانية ما بنبقاش عارفين مين هو الشخص اللي عمل الفعل ده، فبنضطر نستخدم المبني للمجهول عشان نركز على الفعل نفسه اكتر من الفاعل او اكتر من الشخص اللي عمل الحاجه. طيب بنستخدمه ازاي او بنكون الجمله ازاي في المبني للمجهول في البريزنت كونتينوس او في المضارع المستمر؟ بسيطه جدا جدا. طيب نركز مع بعض. احنا خدنا جمله من شويه بنقول she is preparing food، يعني هي بتحضر الطعام. طيب اول حاجه عايزك تركز في الجمله وتشوف فين هنا الفاعل والفعل والمفعول. الفاعل هنا she، والفعل is preparing اللي هي بتحضر، تمام، والمفعول food. she is preparing food، تمام. هتعمل ايه؟ هتجيب المفعول في بداية الجملة، ده اللي هنركز عليه. يبقى نقول ايه؟ food، تمام، حلو جدا. وهنشوف هنا ده مفرد ولا جمع. food ايه؟ food هنا مفرد، فهنقول ايه؟ food is، حلو جدا. وهنحط verb to be في نفس الزمن اللي احنا بنتكلم عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا هنا زمن ايه؟ present continuous اللي هو الفعل بنضيف له ing، هنحط بي ونضيف لها ing. يبقى هقول food is being، وبعد كده التصريف الثالث من الفعل الرئيسي اللي هو prepare هتبقى prepared. food is being prepared. food is being prepared يعني الطعام بيعد او بيحضر دلوقتي. طيب حلو جدا. تاني عشان ما تتلخبطش، اول حاجه حددنا الفاعل والفعل والمفعول. تاني حاجه جبنا المفعول في بدايه الجمله. تالت حاجة شفنا مفرد ولا جمع وحطينا معاه أنا ويز أو آر. هنا ده إيه؟ مفرد، فحطينا is. كويس جدا. بعد كده حطينا verb to be مضاف له ing بقت being، يبقى the food is being، وحطينا الفعل الأساسي في التصريف الثالث اللي هو prepare هتبقى prepared، فبقت the food is being prepared. the food is being prepared معناها إيه؟ الطعام بيحضر. ممكن في آخر الجملة تضيف by her بواسطتها، وممكن ما تضيفهاش. تمام؟ كويس جدا. يبقى عرفنا هنا تكوين ال present continuous والنفي والسؤال be or no question والسؤال العادي والباسيف. طيب ممتاز جدا. خلينا بقى نعرف استخدامات ال present continuous. امتى بستخدمه؟ ليه بدرسه؟ ليه بتعرف عليه؟ ببساطة شديدة جدا أهم وأكتر استخدام شائع لل present continuous هو لما أجي أتكلم عن حدث بيحصل دلوقتي. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي اقول احنا بنذاكر انجليزي هقول we are studying English now. اللي بيسمع هيفهم انك بتذاكر انجليزي دلوقتي. طيب we are watching a movie، احنا بنشوف فيلم، اللي بيسمع هيعرف انك بتشوف الفيلم ده دلوقتي. يبقى ده اهم استخدام للpresent continuous، حاجه بتحصل دلوقتي. طيب ايه تاني بستخدم فيه الpresent continuous؟ لاحداث مستقبليه مؤكده. يعني ايه احداث مستقبليه مؤكده؟ حاجه هتحصل في المستقبل بنسبه اكيده. زي ايه؟ يعني انت مثلا لما اجي اقول I'm traveling to Aswan next week. I'm traveling to Aswan next week يعني انا مسافر اسوان الاسبوع الجاي. طيب هنا لما حد يسمع الجمله دي هيفهم ايه؟ هيفهم ان انت حجزت التذاكر وحجزت القطر او حجزت الطياره وحجزت الفندق وكل حاجه ومسافر. I'm traveling. ليه؟ لان انت استخدمت هنا ال present continuous. احنا قلنا ال present continuous بنستخدمه مع حالات مستقبليه مؤكده هتحصل في المستقبل، وبنستخدمه في الحالات دي مع ايه؟ حاجات زي الاجتماعات الرسميه، حفلات الزفاف، اعياد الميلاد، الدروس، لان كل ده حاجات مواعيدها متحدده من قبليها واكيد هتحصل. طيب كويس جدا. يبقى قلنا مع احداث بتحصل دلوقتي حالا. تاني حاجه مع احداث مستقبليه مؤكده. طيب تالت استخدام معانا يا شباب بستخدمه مع احداث متكرره او بتحصل باستمرار بتسبب ليا ضيق او ازعاج. زي ايه؟ يعني عندي طالب مثلا بيجي المدرسه كل يوم متاخر، تمام، وخلي بالنا في الحاله دي بستخدم معاه always او constantly، تمام، عشان تعبر عن الاستمراريه. يعني مثلا زي ما قلت لك عندي طالب بيجي المدرسه متاخر كل يوم او بيجي الحصه متاخر كل يوم، فانا بقول له You are always coming late to school. You are always coming late to school. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتيجي على طول المدرسة متأخر. حدث بيحصل متكرر او باستمرار بيسبب لي ضيق او ازعاج. تمام، دي تالت حاجة. رابع حاجة بستخدمه مع مواقف مستمرة خلال الفترة دي او خلال الايام الجاية. طيب زي ايه؟ زي ما اجي مثلا اقول لك I'm learning French this year. I'm learning French this year يعني انا خلال السنه دي هتعلم فرنساوي. تمام، مواقف مستمره خلال فتره او مواقف غير مكتمله. زي ايه؟ زي ما اقول لك مثلا I'm working on this project. I'm working on this project يعني انا شغال على المشروع ده، انا لسه ما خلصتوش بس لسه شغال عليه. I'm working on this project يعني مواقف غير مكتمله او احداث مستمره خلال المستقبل او الفتره الجايه. تمام. خامس حاجه معانا بستخدمه على حاجات
بتحصل الأيام دي مختلفة عن الماضي، زي تغيُّر في العادات مثلًا. يعني إيه؟ لمّا آجي أقول لك مثلًا دلوقتي الطلاب بيستخدموا التابلت في المذاكرة بدل الكُتب، تمام، زمان كانوا بيستخدموا الكُتب، ممكن دلوقتي بيستخدموا التابلتس، فأنا هنا ده تغيُّر في العادات أو حاجة بتحصل دلوقتي ما كانتش موجودة في الماضي، يبقى بنوصف مواقف بتحصل الأيام دي مختلفة عن الماضي. طيب بنقولها إزاي؟ هنقول nowadays الأيام دي students are using tablets instead of textbook. nowadays الأيام دي students are using حطيت are وusing اللي هو use ونضاف له ing tablets instead of textbooks. هنقول nowadays الأيام دي students are using students اللي هم الطلاب حطيت are عشان ده جمع using اللي هو الفعل use وضفت له ing students are using tablets instead of بدل من التكست بوكس. يبقى دي بنوصف بيها حاجة موجودة دلوقتي ما كانتش موجودة في الماضي، تمام، أو عادات بقت موجودة ما كانتش موجودة في الماضي. طيب جميل جدا. سادس استخدام معانا والاستخدام الأخير وهو وصف صور. يعني إيه وصف صور؟ يعني أنت مثلا شايف صورة قدامك، شايف مثلا طفل بيضحك فيها، فاللحظة اللي الطفل بيضحك فيها دي لما نيجي نوصفها هنستخدم ال present continuous. ليه؟ لأن أنت بتوصف لحظة مجمدة، يعني هو أثناء الصورة كان بيضحك فثابتة، فأنت بتستخدم ال present continuous عشان توصف اللحظة دي. طيب هنقولها إزاي؟ ممكن نقول the children are playing in the park in the photo. The children are playing in the park in the photo. يعني الأطفال بيلعبوا في الصورة في الحديقة. يعني أنت شايف إيه؟ صورة أطفال بيلعبوا فيها في الحديقة. فأنت لما تيجي توصف الصورة بنستخدم إيه؟ ال present continuous، لأن أنت بتوصف اللحظة اللي كان بيحصل فيها الحدث اللي موجود قدامك في الصورة. The children are playing in the park in the photo. الأطفال بيلعبوا في الحديقة في الصورة، أنت بتوصف اللي موجود في الصورة. طيب ممتاز جدا جدا. هي دي استخدامات ال present continuous. سريعا نراجع عليه. قلنا تكوينه ال subject الفاعل am أو is أو are، am مع I، is مع هي أو she أو it أو أي اسم مفرد، are مع جمع أو you we they، تمام، وبننفيه بنحط not بعد am أو is أو are وقبل الفعل الرئيسي. وما بنيجي نسأل سؤال بنحط am أو is أو are at the beginning of the sentence أو في بداية الجملة. وطبعا المبني للمجهول ببدأ الجملة بالمفعول وبعد كده بحط am أو is أو are وبعد كده being وبعد كده التصريف الثالث من الفعل الرئيسي. طيب كويس جدا جدا جدا. عايز اقول لك ملحوظه صغيره جدا، وهي ان عندنا حاجه اسمها stative verbs اللي هي الافعال التكراريه، دي مش بنستخدمها في ازمنه مستمره زي زمن ال present continuous، وده اللي هناخده في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. دلوقتي انا محتاج منك لو انت فهمت الفيديو بالكامل تكتب لي تعليق، تكتب لي فيه جمله اثبات نفي سؤال passive، وانا هقراها بنفسي وهرد عليك بنفسي. في النهايه طبعا بشكركم جدا على مشاهده الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تشتركوا في لينك الجروب اللي على الفيسبوك اللي انا سايبه لكم خاص بيكم، لسه عامله لكم جديد، تمام، وسايب لكم رقمي لو حد محتاج اي تواصل او اي استفسار. شكرا جدا لمشاهدتكم واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.